ايه الفرق بين الشخص الانطوائي وبين الشخص اللي عنده رهاب اجتماعي؟ معكم نهى عبد الباقي، اخصائيه نفسيه. باختصار كده، الشخص الانطوائي ده حد علاقاته محدوده بمزاجه، ما عندوش مشكله ان تبقى علاقاته قليله، ما عندوش مشكله خالص ان هو يشتغل لوحده، ما عندوش مشكله ان هو يذاكر لوحده، ما عندوش مشكله ان هو يعرف ان عدد من الناس القليلين جدا، بس بينجز، بيشتغل، بينجح في الكليه او في الدراسه بتاعته او في الشغل بتاعه. ده الشخص الانطوائي، وما بيشتكيش وما بيتضايقش. احنا اللي بنتضايق منه، بس هو ما بيبقاش متضايق من المشكله ديت، لان هي بالنسبه له مش مشكله اصلا، هي سمه في الشخصيه. طالما مش معطلاه، طالما بيعرف ينجز مهامه اليوميه، طالما بيعمل الحاجات اللي هو بيحبها، حتى لو كان بيبقى متعكن شويه من الزحمه، بس هينزل ويشتري طلبات في الزحمه. لو متعكن شويه من التجمعات العائليه، بس هيروح ويزور اهله وقرايبه، مش هيبعد عنهم يعني، ومش هيقول مش هزور خالص. ده الشخص الانطوائي. بعكس بقى الشخص اللي عنده رهاب اجتماعي، ده واحد هيتجنب كل الحاجات اللي احنا بنقولها دي، هيتجنب التجمعات، مش هيعرف يروح شغله، مش هيعرف يمارس حياته بشكل طبيعي، دايما شايف نظرات الناس ليه بقلق شديد جدا وبخوف وتوتر كبير جدا، دايما بيفكر يا ترى الناس هتقول لي ايه على الكلام اللي انا بقوله. ده الشخص اللي عنده رهاب اجتماعي. الرهاب الاجتماعي مرض وفعلا بيحتاج للعلاج. طب ايه الحل؟ تابعوا اكتر الفيديوهات اللي جايه عشان تعرفوا اكتر عن الرهاب الاجتماعي، وان احنا ازاي نعرف نقلل من الاعراض بتاعته.